السبب الحقيقي لموت الحاجة سعيدة هو غياب أحمد وأمل وطلبهم لدعاء أمل في حالة انهيار كبيرة جدا جدا جدا. بصراحة قلبنا معاهم، بس في حقيقة مخفية في وسط الفيديوهات، وده كان رد كتير من المتابعين اللي هاجموهم وقالوا لهم ان انتوا بتلعبوا بترند الموت، وده اخطر ترند ممكن بيوصل القنوات لأعلى درجة من الدرجات، في نفس الوقت بيخسر ثقة المتابعين. ولكن لنا رأي في الموضوع ده والرد على بعض الكومنتات اللي كانت سلبية إلى حد كبير جدا جدا جدا. هنقول لكم كل التفاصيل في الفيديو ده، بس بعد ما نصلي على سيدنا الحبيب. قلوبكم قلوبنا الطيب، النبي الزكي التقي العربي المكرم يوم القيامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحمد وأمل قابلز، زوجين انتشروا على ساحة السوشيال ميديا في وقت قصير جدا، بناء على ان هما البنت واخت الولد اخت احمد لهم قنوات مسبقة لها جمهور، والسوشيال ميديا عامة او اليوتيوب عامة بيعتمد على الترويج والكلام من ده، وكان لهم قابلية ولهم جمهور حبهم جدا. ولكن في موت والدة أمل كان في جدال وفي نقاش وفي ناس هاجمتهم كتير جدا، ويمكن ده كان سبب رئيسي لدخول أمل العناية المركزة وحالتها في انهيار تام. وإلى الآن حوالي دخلنا في 6 أيام و7 أيام في حالة صعبة جدا جدا جدا. ايه الاسباب وايه التفاصيل؟ هنقول لكم كل التفاصيل بعد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده مميز عن اي فيديو حصل عندنا في القناة. الحاجة سعيدة من الناس اللي احنا تواصلنا معاها وكان لها رد فعل فعلا طيبة جدا جدا جدا، بحق ربنا لازم نشهد كلمة حق، طيبة، ومن الناس اللي كانوا روحها طيبة جدا. ربنا يرحمها برحمته ويتغمدها برحمته يا رب العالمين. ولكن في اخر فيديوهات على قناتها كانت بتشتكي من سبب التعب اللي كان سبب جزء او سبب للموت. ربنا يرحمها برحمته. ناس كتير ما كانتش مصدقاها في اخر فيديوهات واللي هي طلعت فيها، وبعض الناس هاجموها ان هي بتعمل كده عشان الترند وعشان تاخد المشاهدات والكلام من ده. ولكن جاء قضاء الله، واللي كان القضاء بالموت، وان احنا ندعي لها. وطبعا الناس اللي كانت بتشكك في الحاجة سعيدة انها بتعمل كده عشان المشاهدات وبتستخدم العيا والتعب والموت لكسب بعض المشاهدات، الوقت زمانهم ندمانين ندم كبير جدا. ولكن الجزء الاخر كان في اللوم الاكبر على امل، اللي اهملت امها واهملت بيتها الاساسي وحياتها واهلها في سبيل انها ما تشغلش نفسها عن اي حاجة لكسب فعلا المشاهدات والترند. وده يمكن ده سبب كبير جدا من دخولها في غيبوبة ودخولها في حالة من الانهيار العصبي. كلنا مثله حد عزيز، حد يحب على قلبه أوي أوي أوي. أنا واحد من الناس مات والدي، وده اللي كان بالنسبة لي الدنيا في كفة وهو في كفة. ولكن يقيني بالله وإن احنا كلنا لازم نقابل ربنا، وإن احنا بنتقي ربنا في كل أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا، كان عندي يقين إن احنا لازم نكون مستقبلين الخبر ده بصدر رحم. لازم نعرف إن الموت مش حاجة وحشة قد ما هو بيريح المريض أو التعبان. لكن أمل كان لها رأي مختلف، إنها انهارت انهيار كبير لأن شايفت إنها قصرت في حق والدتها، اللي من حوالي أسبوعين طلعت بفيديو كانت منهارة جدا من البكاء، وكانت بتشتكي إن محدش راضي يوديها الدكتور يكشف عليها. والفيديو اللي أثر في ناس كتير جدا جدا جدا، وكان حالة صعبة بصراحة. يعني أنا واحد من الناس بكيت عليها لمجرد تواصلي معاها من غير ما أقابلها.
زوجتي غادة أم ميار بكت يومين كاملين لفراقها من غير ما تشوفها، لمجرد التواصل معاها على الواتس، ومجرد الكلام معاها والنقاش من غير ما تشوفها. ولكن كان في بعض المتابعين لهم رأي مختلف في الفيديو اللي هي أثارت فيه الجدل الكبير جدا اللي طلعت بيه على قناتها، واللي هم غيروا اسمها دلوقتي، واللي كانت بتشتكي ان محدش راضي يكشف لها، وان هي في حالة صعبة جدا جدا. امل الوقت بتحمل نفسها طاقة فوق طاقتها، وبتحمل نفسها وزر عدم كشف لوالدتها واللي تسبب في موتها. يعني من الاخر كده امل بتحمل نفسها سبب موت والدتها. ولكن زوجها كان له رأي مختلف، على قد ما زعلان عشانها وقد ما هو بيحاول يقف جنبها، بس في نفس الوقت يهمه القناة اللي باع شغله وحياته علشان خاطر شاف ان هي دي المستقبل، وهو فهم الدنيا غلط. في ظل ظروف ان امل زوجته تعبانة ومريضة وفي حالة انهيار تام، قالك نكسب اي مصلحة، ما نبوظش القناة، ما نرميش الترند. طلع بفيديو هابط كده، واللي لابس فيه اسود في الاول، وفي اخر الفيديو راح لابس اصفر. والفيديو اللي بصراحة صار جدل كبير جدا جدا في رأي المتابعين. منين طبعا مفيش حد، مش هقول حد بيزعل على حماته زيه زي امه، بس كما تدين تدان. النهارده ليك بكرة عليك، النهارده عليك بكرة ليك، هي الدنيا كده. ولكن احمد كان يهمه القناة اكتر من زوجته واكتر من ام زوجته، وده اللي صار جدل كبير جدا بين المتابعين. ولكن اللي كسبت فعلا في الموضوع ده هي اخت احمد اسماء، هي اللي كسبت، لان ما كانش حد متوقع منها انها تكون على قدر الاحترام والتقدير لاخوها ولزوجته، وانها تحاول على قد ما تقدر انها تكون تبين حزنها حتى لو من ورا الكاميرا. واللي فعلا ما طلعتش على اي فيديو غير انها حاولت في محاولة بسيطة كده انها ما تخسرش قناتها ولا تخسر الترند اللي داير، وانها تعرض فيديو قديم في عزومة قديمة لأم أمل وهي كانت عندهم. كان كله متوقع ان هما يركبوا الترند، وان هما يكبروا دماغهم، اللي مات مات واللي عاش عاش واللي حي أبقى من الميت. ولكن بصراحة من رأيي الشخصي كل الاحترام والتقدير ان هم احترموا حالة الظروف اللي عندهم، واحترموا كمان الظروف اللي بتمر بيها امل. ولكن احمد كان له رأي مختلف في المنتديات والكلام من ده، واللي هو مش عايز يوقع القناة لان بالنسبة له دي اكل عيشه. وده اكبر خطأ دايما كنا بننصح بيه، ودايما اي حد من القنوات التعليمية بينصح بيه: ما تعتمدش على السوشيال ميديا، لان ممكن في لحظة يضيع مستقبلك. لازم تشتغل ويبقى لك شغل تاني عشان حياتك تمشي. احمد كان له رأي مختلف غير كل اليوتيوبرات، قالك هي شغلانة وسهلة، وكده كده احنا بنصور وعايشين بناكل وبنشرب وفي فلوس داخلة. ولكن امل في الوضع اللي هي فيه ربنا يتولاها برحمته. هل يا ترى امل هتتغاضى عن موت والدتها والحياة اللي باظت والدنيا اللي انقلبت وترجع لحياتها على التصوير والسوشيال ميديا، ولا الموضوع هيطول في حالة الإعياء والمرض والتأثير النفسي؟ كل ده هنعرضه لكم الفيديوهات اللي جاية، وربنا يصبرهم ويصبر أهلهم ويصبر البنوتة الصغيرة رميساء على فقدان أمها. انتظروا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تعجبكم وتكون على قد توقعكم وحسن نيتنا ان شاء الله بالخير. نتمنى دعواتكم للحاجة سعيدة ان ربنا يرحمها برحمته، والدعاء لأمل بالشفاء، وربنا يرحمهم ويرحمنا برحمته يا رب العالمين.